السادة رؤساء الوفود في المشاركة في المؤتمر، الأمين العام للأمم المتحدة، ممثل الاتحاد الأوروبي، ممثل الاتحاد الأفريقي، ممثل الولايات المتحدة، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ممثل لجامعة الدول العربية، السادة الأمناء العامون للمنظمات الإقليمية الدولية، السادة كبار الشخصيات العامة، حضرات الضيوف الكرام، السيدات والسادة. بمناسبة انعقاد مؤتمر اسطنبول حول الصومال، نود أن نعرب تقديرنا واحترامنا إلى الجمهورية التركية رئيسا وحكومة وشعبا، وذلك لاستضافتها هذا المؤتمر الخاص للصومال الذي ينعقد في مدينة اسطنبول المعروفة بحضارتها وتاريخها التليد. ذلك المؤتمر الذي ستدور أعماله حول بحث السبل لإيجاد حل دائم وشامل للأزمة الصومالية المزمنة التي استعصى حلها وأرقت مضاجعنا. وكذلك أود في بداية كلمتي أن أشيد بالدور التركي الإنساني والأخوي الذي شمل جميع مناحي الحياة العمرانية والاقتصادية والاجتماعية في الصومال، وبالزيارة الميدانية التي قام بها صاحب المعالي السيد طيب أردوغان رئيس وزراء الحكومة التركية في مخيمات النازحين المتضررين بالمجاعة والجفاف. تلك الزيارة التي كانت سببا من أسباب تخفيف المعاناة من ملايين الصوماليين. وبالمؤتمرات المتتالية التي كانت تعقد في الأراضي التركية بين حين وآخر من أجل البحث عن خيارات يمكن بواسطتها إيجاد حل شامل ودائم للمشكلة الصومالية. ونود أيضا أن نتوجه بالشكر وعديم العرفان إلى الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية وكبار الشخصيات العالمية التي لبت دعوة الحكومة التركية الخاصة بحضور هذا المؤتمر من أجل تدعيم ومساندة الجهود والاهتمامات الجديدة الذي يبذلها العالم من أجل إنهاء الموجة الصومالية عن طريق إعادة الأمن والاستقرار إلى الصومال، وتشجيع الخطوات الرامية إلى إعادة بناء البلد مجددا حتى تتعافى الصومال وتحتل مكانها اللائق في صفوف مجتمعها الدولي. السيد الرئيس، السيدات والسادة، إننا نعلق على مؤتمر اسطنبول آمالا عريضة سوف تحمل لنا آفاقا من التفاؤل والنجاح، وتبشر ببزوغ فجر جديد من الاستقرار والسلام في الصومال، بحيث نرى من خلاله أنه سوف تكون هناك بمثابة نقطة انطلاق جديد تنبثق منها قرارات وتوصيات تذيب الجليد وتفتح الطريق أمام جهود دولية جديدة توجه أنظار العالم إلى الصومال وتزيل الصعوبات والعراقيل التي تقف أمام عودة الأمن والأمان إلى الصومال. والمؤتمر بطبيعته لم يأتي من فراغ، وليس هو وليدة الصدفة والعاطفة، ولكنه امتداد طبيعي لمؤتمر لندن الذي نظمته الحكومة البريطانية برئاسة ديفيد كاميرون، وانعقدت جلساته في العاصمة البريطانية في 23 سبتمبر عام 2012، والذي شاركه 55 وفدا من الصومال والمجتمع الدولي. ذلك المؤتمر الذي كان بداية جديدة تمخض عنها آراء وأفكار مثمرة سلطت الضوء على معاناة الشعب الصومالي وضرورة انتشاله من المستنقع الذي وقع فيه. سيد الرئيس، لقد ولى وانتهى عصر الوعود الغير وفية، وبدأ عصر الجهود الدولية الجدية التي تعتمد على تحقيق المكاسب العملية في الميادين المختلفة، وخاصة بعد أن تحركت القوات الصومالية التي تتلقى الدعم والمساندة من قبل قوات الاتحاد الافريقي أميسوم، والذي ينتمي معظم أفرادها إلى دولتي أوغندا وبوروندي لتحرز نصرا مؤكدا على مسرح العمليات العسكرية، ولتطارد معظم فلول الحركات الإرهابية من الشباب والقاعدة بعيدا عن المدن الرئيسية والمحافظات الهامة
في الوطن، فكانت تلك الخطوة سببا واضحا لانقشاع الغيوم التي كانت ملبدة في سماء الصومال، وفتح الباب على مصارعيه أمام تحرك المجتمع الدولي الذي كان لا يصدق في الأمس القريب إن الأزمة الصومالية يمكن أن تنفرج بهذه السهولة. ونحن نقدر ونثمن عاليا جهود الاتحاد الافريقي ومنظمة الإيغاد والأمم المتحدة والهيئات الدولية، فإننا يجب أن نركز دوما بالدور الأساسي والفعال الذي تلعبه قوات الاتحاد الافريقي أميسوم، والتي وقفت بجانب الشعب الصومالي وقدمت التضحيات وتحملت أصعب المسؤوليات الجسام حتى عندما كانت الصومال تمر في أصعب وأهلك تاريخها المعاصر. كما يجب أيضا أن نشير بالدعم والمساعدات العسكرية المتواصلة التي كانت تقدمها إلينا الدول المجاورة للصومال، والتي منها جمهورية جيبوتي وإثيوبيا وكينيا، الذين كان لهم دور بارز في عمليات الدولة والاستجابة مع متطلبات المكونات الأساسية لبناء الدولة، والتي منها صياغة الدستور وتعزيز دور الأجهزة الأمنية والقضائية وتطوير النظام الإداري والخدمي. ومع اقتراب موعد نهائي للمرحلة الانتقالية الذي كان لابد وأن تنتهي في أغسطس عام 2012، فقد قامت الحكومة بتكثيف جهودها الرامية إلى تنفيذ كل البنود الواردة في اتفاقية كامبالا وخارطة الطريق، والتي من بين بنودها إجراء المصالحات الوطنية وتطبيق الحكم الرشيد وإعادة الدستور الدائم وإعادة الأمن والاستقرار إلى الوطن. إلا أن إنجاز مهمة تنفيذ خارطة الطريق لم يكن بالأمر الهين، حيث كانت تواجهنا صعوبات ناتجة عن الحروب المتواصلة التي كان يشنها عليها الإرهابيون والتفجيرات المتلاحقة التي كانت تأتينا من القاعدة والشباب لعرقلة مسيرتنا الهادفة إلى إنهاء المرحلة الانتقالية واستنزاف الطاقات البشرية والاقتصادية وقلة الإمكانيات المادية المتاحة لنا، والتوترات والخلافات التي كانت تحدث بين الأطراف الأساسية التي وقعت خارطة الطريق. ولكننا وبفضل الله تبارك وتعالى وبجهود الموقعين على خارطة الطريق من الحكومة الانتقالية وحكومة بنتلاند وقلمذو وجماعة أهل السنة والجماعة، تم التجاوز عن معظم العقبات عن طريق التشاور والتصالح وتوضيح الأسباب والمسببات وإزالة الغموض والشكوك والاتفاق على الخطوات العملية الضرورية للمرحلة التالية، مما كان دافعا لعقد اجتماع تشاورية كان منها اجتماع مقدشو والقروة الأول والثاني، ثم الاجتماع الأخير الذي عقد في أديس أبابا في الفترة ما بين 21 إلى 23 مايو عام 2012، والذي تم بمقتضاه التوصل إلى قرارات حاسمة وقعها الأطراف المعنية بالأمر وحضرتها الهيئات الدولية من الإيغاد والاتحاد الافريقي وحشد كبير من الافراد المجتمع الدولي. فكان ذلك الاجتماع قد قطع العقدة بالمنشار ووضع الجدول الزمني الذي سيجري العمل به في الفترة القليلة المتبقية من الموعد النهائي في الفترة الانتقالية، والتي تقدر بمدة أقل من 90 يوما. ومن الجدير بالذكر أن هناك أولويات مهمة جدا لا بد من اعتبارها حجر الزاوية لجميع الخطوات الأخرى التي ستأتي فيما بعد، وأهمها على الإطلاق دعوة 135 عضوا من رؤساء العشائر فور الاجتماع لاختيار 25 عضوا يمثلون مختلف فئات المجتمع الصومالي ويتمتعون بثقة المجتمع الصومالي ومخولون لتصديق الدستور واختيار أعضاء البرلمان الذين سيختارون بدورهم الرئيس الجديد للجمهورية الصومالية في الموعد المحدد لانتخابه حسب ما ورد في جدول مسار العملية الانتقالية. سيد الرئيس، إن مشروع الدستور الجديد الذي سيصادقه المجلس التأسيسي بحلول 10 يوليو عام 2012 في مقدشو، فإننا نطمع منه أن يكون دستورا شاملا يمكن أن يكون بمثابة الدستور الدائم للبلاد،
الذي يراعي المتطلبات والمصالح العليا للوطن بحيث يتماشى مع الظروف والأوضاع الراهنة التي يمر بها البلد، كما أنه يجب أن يكون مناسبا للمجتمع الصومالي وقابلا للنقد والتمحيص والتدقيق والتعديل والدراسة والحذف والزيادة عندما يقتضي الأمر ذلك. والدستور الجديد الذي نحن بصدده الحديث عنه كان تحت الإعداد لمدة 8 سنوات متواصلة، وكلف الجهد والمال، ونأمل أن يكون ملائما للمرحلة الحالية ومطابقا لنصوص الشريعة الإسلامية الحنيفة والتقاليد الحسنة، ويضمن الحقوق والحريات الأساسية للفرد والمجتمع الصومالي. أما البرلمان الجديد الذي سيختاره المجلس التأسيسي المزمع انعقاده قريبا، أما البرلمان الجديد المزمع تأسيسه قريبا جدا في 5 يوليو عام 2012 والمكون من 225 عضوا، فإننا نعلق عليه الأمل وننتظر منه أن يكون برلمانا وطنيا يشارك فيه أعضاء يمثلون كافة فئات المجتمع الصومالي، ولا يهمش فيه فئة دون أخرى، بحيث يحظى النساء فيه نسبة مئوية قدرها 30%، وهذه لأول مرة تحدث في الصومال كحد أدنى حسب قرارات المؤتمر التشاوري. والثاني في جرو الذي كان من قراراته أن يكون للوطن برلمان من مجلسين، أحدهما للشيوخ الذين يتم اختيارهم من بين أفراد المجتمع الصومالي على أساس 4.5 كما جاء في الاتفاقيات السابقة. وبجانب تلك الخطوات التي اتخذناها من أجل تنفيذ خارطة الطريق، فإننا نؤكد لكم أيضا على أن العد التنازلي للمصالحة الوطنية بين الجنوب والشمال قد بدأ، وأن مسألة تعيين ممثلي الطرفين كانت قد حسمت، وأن الترتيبات اللازمة لعقد اجتماعات الطرفين بات أمرا وشيكا يتوقع حدوثه في المستقبل القريب بإذن الله تبارك وتعالى، بحيث يتوقع الجلوس على مائدة المفاوضات وحسم الخلافات القائمة بيننا وبين أشقائنا في الشمال الذين زعموا الانفصال من جانب واحد، حتى تعود المياه إلى مجراها الطبيعي وتلتئم اللحمة الوطنية وتصبح الحالة في طبيعتها في الصومال، وتكون إدارة البلاد على يد الشعب الصومالي بأسلوب ديمقراطي شفاف يتساوى فيه الجميع ولا يهمش فيه أحد في الحقوق والواجبات. سيد الرئيس، بعد سنوات من الحروب والخلافات والفتن، ها نحن جميعا نتفق على تحقيق هدف واحد، وهو إنهاء المعاناة وعودة الأمن والاستقرار إلى الصومال، مهما اختلفت الاتجاهات وتعددت الوسائل في تحقيق ذلك الهدف. وحضور مجموعات من المجتمع المدني الصومالي والبرلمان والحكومة والزعماء التقليديين ورجال الأعمال في اسطنبول في هذا الوقت بالذات نعتقد أنه يمثل فرصة جديدة لمؤتمرنا هذا، ولكنه يجب أن يكون إضافة مفيدة تدعم الجهود الدولية التي يبذلها المجتمع الدولي في الوقت الحاضر. ومربط الفرس فيما ذكرناه هنا هو أننا ننتظر من مؤتمر اسطنبول أن يصدر قرارات وتوصيات تساعدنا في عملية استتاب الأمن والاستقرار في الصومال، والتأمين الشروط اللازمة لسلام طويل الأمد، واتخاذ خطوات هدفها بناء السلام لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع وإزالة الإساءات لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتعزيز مؤسسات الحكومة ودعم التنمية الاقتصادية بحيث تكون الصومال أكثر أمنا وأفضل استقرارا، وهذا مما يشجعنا بتنفيذ استراتيجيتنا الرامية إلى تحقيق أرض صومالية آمنة خالية من العنف والتدمير بحلول عام 2013. تليها فترة عمليات مواصلة الأعمار إعمار والبناء وترسيخ دعائم السلام عام 2014، واتخاذ التدابير والترتيبات اللازمة لتنفيذ تلك المتطلبات والاحتياجات الملحة في هذه المرحلة يمكن أن تتحقق عن طريق ما يلي: أولا المتطلبات السياسية والأمنية،
واحد، ترحب حكومة جمهورية الصومال وهي تستمد قوتها من فئات المجتمع الصومالي كل الجهود التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة وكبار الشخصيات العالمية والمنظمات الدولية والإقليمية الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى الصومال، وتتعاون معهم في العلن شريطة أن تكون هذه الجهود لا تتعارض مع رغبة الشعب الصومالي واحترام سيادته واستقلاله ووحدة ترابه الوطنية. اثنين، تتعرض الجمهورية الصومال ولعدة سنوات لهجمة شرسة يشن عليها الإرهابيون الدوليون من حركة القاعدة والشباب الصومالي المتطرف المنضوي تحت لواء القاعدة، لذلك تدعو إلى دول العالم بتقديم الدعم والمساندة لها من أجل محاربة هذا العدو الإنساني الذي يؤرق مضاجع الدول والأفراد في العالم على السواء، وذلك التزاما منهم بقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات الاتحاد الأفريقي والجامعة الدول العربية واللجنة الدولية لمكافحة الإرهاب. ثالثا، لقد قطع الجيش الصومالي المدعوم بقوات أميسوم شوطا لا بأس به بالنسبة لمحاربة الإرهابيين وطردهم من معظم المدن الصومالية، ولكن الأمر يتطلب منا مزيدا من مضاعفة الجهود الرامية لتوفير الإمكانيات اللازمة لاستتاب الأمن والاستقرار في البلاد، وذلك من أجل تشجيع المواطنين الذين عادوا إلى الوطن من كل حدب وصوب. رابعا، أن عملية إعادة البنية التحتية في الوطن مكلفة جدا والإمكانيات المتوفرة لدينا قليلة جدا، لذلك نناشد المجتمع الدولي أن يضع خطة طموحة لإعادة الأمن والاستقرار إلى الصومال وبناء الصومال من جديد. ثانيا، خامسا، أن جميع الخطوات التي تخطوها الأسرة الدولية يجب أن تكون مبنية على أساس من التعاون والاحترام المتبادل، بحيث تكون عنصرا مساعدا ينمي ويشجع الإدارة المالية الوطنية وتحسين أدائها ووظيفتها المالية المنوطة عليها. فعمل لجنة الإدارة المالية المشتركة المنبثقة من مؤتمر لندن مثلا يجب أن تكون وسيلة لتطبيق نظام المساءلة والشفاف وكشف المساوئ وتخفيف وتجفيف منابع الفساد الإداري وإيجاد مصادر التمويل والاستثمار الدولي، حتى لا تكون هناك تعارض بين وظيفة اللجنة والتشريعات الوطنية المعمولة في البلد من جهة، والسيادة الوطنية والنظام الإداري القائم في المؤسسات الوطنية الإدارية من جهة أخرى والتشريعات الوطنية. وأيضا تطوير المؤسسات المالية التي قطعت شوطا كبيرا في هذا المضمار. سادسا، بما أنه لا يمكن محاربة الإرهاب والعنف بأشكاله ما لم يكن هناك جيش وطني صومالي يستطيع أن يحمي البلاد من المعتدين، فإننا نناشد المجتمع الدولي أن يساعدنا في بناء الجيش الصومالي وتسليحه وتدريبه حتى يكون قادرا على حماية المواطنين الصوماليين الأبرياء من الاعتداءات الإرهابيين والمتمردين الوطنيين الذين يعتدون على حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية. سابعا، المجتمع الدولي الذي أكد مرارا وتكرارا بمسؤوليته الإنسانية تجاه إعادة الأمن والاستقرار إلى الصومال عليه أن يحظوا اليوم بخطوات ثابتة نحو تعزيز الأجهزة الأمنية الشرطية والقضائية الصومالية وتدريب كوادرهم الذين ينفذون سلطة القانون في البلاد. سادسا، تدعيم أعمال المجلس التأسيسي المكلف بمسابقة الدستور الجديد سياسيا واقتصاديا، وذلك بتوفير الإمكانيات الضرورية لإنجاح أعماله. تاسعا، تدعيم قوات الاتحاد الأفريقي أميسوم ودعمها بالمال والسلاح، وذلك من أجل إنجاز مهمتها على أكمل وجه ممكن. عاشرا، القرصنة عمل إرهابي بشع يجب محاربته واستئصاله من المياه الدولية والإقليمية، ولكن الأسلوب المستخدم حاليا لمحاربة القرصنة يعتبر في نظرنا أسلوبا ظاهر التكليف وغير فعال، لأن القراصنة جاءوا من المناطق المجاورة للسواحل الصومالية، لذلك يجب محاربته من البر الصومالي
وعن طريق بناء لواط خفر السواحل الصومالية وتدريبها ومدها بما يلزمها من إمكانيات لمطاردة القراصنة واستئصالها. وهذا العمل الذي نقترح عليكم يوفر الجهد ويؤدي الغرض المطلوب إنجازه بمدة وجيزة. وحيث أن القرصنة مهمة سيئة الصيت تمارسها مجموعات من الشباب الطائش الذين امتهنوا هذه المهنة الإرهابية، فإن علينا أن نوفر لهم المصدر البديل اللائق لحياتهم اليومية ومستقبل حياتهم. ثانيا، تقديم العون الإنساني ومساهمة الإعمار الوطني. 1. مواصلة المجهودات الدولية الخاصة في تقديم المعونات الإنسانية للمتضررين بالجفاف والحروب الذين لا يزالون يعيشون في مخيمات اللجوء ويحتاجون إلى التأهيل والمساعدة في لعودتهم إلى ديارهم الأصلية. ثانيا، تشجيع الهيئات الاستثمارية الدولية في تمويل المشاريع الاقتصادية في الصومال. ثالثا، المساهمة في إعادة البنية التحتية وتفعيل المؤسسات الحكومية وتمويل إعادة الأنشطة الخدمية من مستشفيات ومدارس ومراكز البحوث والجامعات ومشاريع الري وحفر الآبار ورصف الطرق وتزويد المدن بالمياه والكهرباء. أخيرا، أجدد الشكر والتقدير لجمهورية تركيا رئيسا وحكومة وشعبا، وإلى جميع الوفود المشاركة في المؤتمر التي تحملت مشاق السفر من أجل إنهاء معاناة الشعب الصومالي. وأتمنى لمؤتمرنا هذا أن تكلل أعماله بالنجاح والتوفيق، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.